الحمد لله رب العالمين، وأصلي على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. صلى عليه الله وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، انشغل كثير من الناس بفتاوى المدعو مزمل الفقيري السوداني بأنه يسب ويطعن في العلماء، وبعض الناس صار على طريقته ويطعن في بعض المشايخ، ومن مشايخنا الشيخ نزار هاشم حفظه الله، الشيخ نزار هاشم السوداني. ودليل على ذلك بأنه مخالف لعلماء أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ نزار هاشم حفظه الله قد زكاه الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وزكاه الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله. وكما قال الشيخ عرفات المحمدي: إذا كانت هذه التزكيات قديمة فعليك أن تعطينا ما ينقضها. فشيخنا الشيخ نزار أفاد وأجاد أكثر مما أفاد هذا المدعو مزمل فقيري، فأفاد المسلمين جزاه الله خيرا في داخل بلاده وخارجها، أفاد الأمة الإسلامية. وهذا الرجل يقول مقالة شهيرة، المدعو بالمزمل، يقول بأنه كل ما سئل عن نزار يقول يجيب بجواب واحد: أين هو نزار؟ هل هو موجود؟ نعم والله موجود في بلاده، وموجود في المغرب، وموجود في تونس، وموجود في غيرها من البلدان العربية والإسلامية. فالشيخ نزار جزاه الله خيرا ووفقه الله لكل خير، أفادت دعوته الجميع، ليس في داخل بلاده وإنما في خارج البلاد، وله طلاب يدرسون ولهم تلاميذ، فنسأل الله أن يثيبه على ذلك. أما هذا المدعو مزمل فما رأينا منه إلا السب والشتم، وسلك مسلكا ليس من منهج السلف ولا من منهجهم أصلا، الكثر من المناظرات، ويذهب لرؤوس الصوفية للمنافسة والتحدي، ولم يكن في ذلك حرصا على هداية المقابل سواء من الصوفية أو من غيرهم، لا يحرص على أن يهديهم إلى الحق، ولكنه يحرص كل الحرص على أن يكون هو الفائز. فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، والمناظرات لا تكون إلا للحاجة. فعلينا أيها المسلمون أن نستيقظ، ودليل على ضعف علمه ودليل على جهله وسفاهته أنه راح في فتنة الحدادي ابن هادي المتشدد، راح مع ابن هادي وأيده في قذفه وفي إسقاطه لجميع الطلاب السلفيين. هذا سبحان الله أقرب دليل وأقرب مثال على جهله وضعف علمه. ثانيا، مزمل الفقيري إذا كان رجلا يخاف الله ويرجو الله ولكنه مخدوع ومغشوش فعليه أن يتقي الله، ولكن مع كل أسف شديد هذا الرجل خالف علماء أهل السنة والجماعة، وذهب مع كما قلت لكم حدادية جديدة، فأصبحوا في تشدد والعياذ بالله، وأصبحوا يطعنوا في العلماء ويغمزوا ويلمزوا في العلماء. وهذه ليس بأمر غريب، لأن هذا آخر الزمان تكثر فيه الفتن ويقل العلماء الربانيون. فنصيحتي إليكم أيها الإخوة أن تلزموا علماء أهل السنة والجماعة، ومن كان في السودان فعليه أن يلزم الشيخ نزار هاشم جزاه الله خيرا ووفقه الله لكل خير. ووالله ما رأينا منه إلا التواضع، وما رأينا منه إلا
الزهادة ما شاء الله، حينما تتكلم معه كأنك تكلم أخيك يعرفك من سنوات. فأسأل الله أن يحفظه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يحفظ علماء أهل السنة والجماعة في كل مكان، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. أقول قولي هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المتقين الصادقين المخلصين، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يقربهم إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.